أهلا فيديو اليوم راح أتكلم عن كرات الشوفان. راح نحط 3/4 كوب شوفان مطحون وملعقة كبيرة زبدة فول سوداني وملعقة كبيرة حليب وملعقة صغيرة طحينة سايلة و7 حبات تمر، بس مثل ما انتم شايفين التمر لين فما يحتاج أنقع بموية. بعدها حطيت نص الظرف هذا فانيلا يعني طعم شوي وطحنتها وهذا القوام. شوفوا طبعا القوام شوي كان ناشف وحبيت أضيف له ملعقتين برضو كبيرة حليب سايل وسويت ميكس كذا على السريع وهذا كذا يطلع شكله. طبعا أنا أشتغل بيدي ماني لابسة قفاز لأنه أنا اللي راح أكله ومنظفة يدي، وسويت كرات زي كذا متماسكة مرة حلوة يعني مش مفتفت، فطلع شكله زي كذا. حلا سهل وصحي ولذيذ والمكونات متوفرة بجميع البيوت، يعني شيء حلو. الآن وقت التقييم. أخذت 4 حبات، طبعا واحدة أكلتها عشان أشوف الطعم، وسويت لي برضو شاي أخضر. للأمانة هذه المرة اللي بالشوفان، كرات الشوفان مرة لذيذة مرة لذيذة مرة لذيذة، اعتمدوها. أحسن من اللي قبل سويتها اللي كان فوقها شوكولات. هذيك كانت شوي تتفتفت، هي حلوة بس انها تنرفز شوي بالاكل. هذه لا متماسكة. لو تلاحظون الحين باخذ لقمة ثانية، شوفوا كيف، شوفوا كيف واضح انها متماسكة ما تتفتفت. والله انصحكم انها تكون حلب رمضان صحي ولذيذ. وتعرفون رمضان احنا كثير نخبص، فحلو لما يكون بعد الفطور الحلا صحي. الإضافات اللي تبون تحطونها، مثلا أنا حطيت شوكولات باودر، حطوا اللي تبغون. اوكي، سواء تبون تحطون شوكولات، تبون تحطون شوكولات عادي او الشوكولات الابيض او بودرة، اللي يريحكم. اهم شيء انه المكونات الاساسية صحية وبس. والله وصلنا اخر الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم وتطبقون الوصفة. لا تنسون الاشتراك واللايك، ومع السلامة.